مساء الخير. معكم مصطفى ابراهيم الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس اعمال المصري الاسترالي ورئيس مجلس اداره مجموعه شركات كيندكس. صندوق النقد الدولي اللي هو المصريين كلهم عمالين يتكلموا عنه، واللي يتكلم بالايجاب واللي بيتكلم بالسلب، لكن اغلبه الحمد لله بالسلب. فهنتكلم النهارده نشوف هو كان بالسلب ولا بالايجاب، ومين المخطئ اذا كان بالسلب او بالايجاب. ابقوا معنا وهنتكلم فيه بإسهاب أكتر. صندوق النقد الدولي الملقب شعبيا بصندوق النكد الدولي، ناس كتيرة بتقول لك هو احنا بنروح للصندوق ليه؟ هو الصندوق ده كويس ولا وحش؟ طب هو لو وحش بنروح له ليه؟ ولو كويس في مشكلة ليه؟ المشكلة الرئيسية ان صندوق النقد الدولي ده زي اي بنك. هنتكلم فيه ببساطة الاول عشان تفهموا ايه المشكلة واقعة فين. انت النهارده لما تروح للبنك تقول له انا عايز قرض، هيقول لك البنك ايه؟ عايز القرض ليه؟ تقول له والله عشان انا ابقى بصرف اكتر ما بيخش لي. فالبنك هيقول لك ايه؟ اديني خطه تقول لي ازاي هترفع مواردك وتخفض مصروفاتك عشان اضمن انك هترجع تاني في الطريق الصحيح وتقدر ترد لي فلوسي. ده منطق الامور. انت لو رحت البنك طبيعي، ما لناش دعوه دلوقتي لا بالبنك، رحت للبنك الزراعي قلت له انا عايز مليون جنيه، عايز 100,000 جنيه علشان ان انا اخد قرض، هيقول لك نفس الكلام. فهي دي مش مرتبط في صندوق النقد الدولي، هي مرتبطه بانك انت راجل رايح متعثر لاسباب يعني مش وقتها الكلام فيه، فبيطلب منك بعض الشروط، او انت لما بتقول له مشكلتك بيقول لك حلولها من وجهه نظره، وهي حلول منطقيه. ان انت النهارده عشان تقدر تسدد لي وتطلع من المشكله اللي انت فيها، اثبت لي ان انت الفتره اللي جايه مواردك هتبقى اكتر من انفاقاتك. دي الفكره ببساطه. طيب ايه المشكله بقى؟ ليه تملي الصندوق النقد الدولي عنده مشاكل، وبالاخص في الدول الناميه، وتملي بنسمع عنه انه اغلب تجاربه فاشله والى اخره. الفكره كلها انه البنك ده الروشته دي منطقيه جدا لو الاقتصاديات ما فيهاش عوار. يعني ايه ما فيهاش عوار؟ يعني اقتصاد زي الاقتصاديات المعروفه في اوروبا وامريكا اللي هي قايمه على اسس معينه. لكن احنا اقتصادنا مثلا لو انت خدت الاقتصاد المصري، ايه العوار اللي فيه؟ انت عندك تلتين الاقتصاد اقتصاد موازي مش داخل جوه ميزانيه الدوله. ميزانيه الدوله نفسها حسب معالي وزير الماليه مقسومه لاثنين، 48% المعلنه و52% غير المعلنه، ناهيك بقى عن المشاكل اللي موجوده جوه الاقتصاد. فلما يكون انت عندك النهارده اقتصاد معيب، ما تقدرش تتعامل معاه على انه اقتصاد سليم وتحط عليه نفس الشروط اللي تحط على اقتصاد سليم. فهنا بتصطدم من ايه بقى؟ ايه المشكله تملي اللي بين الصندوق والدول اللي بيقرضها؟ الفرق ببساطه جدا المنطق والواقع. هو اللي بيتكلم فيه منطقي جدا، ولو رحت لاي بنك هو كلام منطقي، لكن الواقع بقى هنا هي المشكله. الواقع يختلف عن المنطق اللي هو بيتكلم بيه. كل الدول اللي راحت له راحت عندها مشاكل كبيره. المشاكل دي سببها الرئيسي الفساد، وان موارد الدوله بتتسرب من تحت الارض، فبينتج عنه انخفاض في معدلات دخول الاموال للدوله، وهو بالتالي يزيد العجز في الموازنه بتاعتها. وعشان كده بتلجأ، هو بالاخص في العملات الاجنبيه، فعشان كده بترجع للصندوق. فالصندوق لما بيروح لاي دوله بيحط نفس الروشته. لما تيجي فبيقول لك لازم تزود الضرائب. تيجي تقول له مثلا ايه ده، احنا كان عندنا وزير ماليه اسمه بطرس غالي، نزل الضرائب من 50% ل 20%، يعني نزلها 60%، وزود الدخل 4 اضعاف. ايه رايك؟ هيرد عليك يقول لك انا ما كنتش في الكلاس ده، ما اعرفوش، لان دي مش على خريطته. لان هو لما اتعامل دكتور بطرس مع المنطق بتاعنا او مع الواقع، عارف ان في تسرب كبير، فقال لك ادخل التسريب ده جوه المنظومه بتاعتي. صندوق النقد الدولي ما بيتعاملش بالمنطق ده خالص، او مش شايفه، او مش قادر يتعامل معاه. عشان كده تملي المشاكل بتنتج عن كده. لما خدنا اول قرض وتاني قرض كنا قادرين نتعامل معاه وبنجيب بطرق نختلف او نتفق فيها، كانت مديانا نوع من الاريحيه لفتره. لكن الاريحيه دي ما كانتش قايمه على الاسس اللي هو طالبها، كانت قايمه على اسس ان احنا جبنا هوت ماني واشتغلنا وبقى في فائض موجود، ولما حصلت مشكله الهوت ماني مشي، فهنا انكشف الوضع الدولاري لينا. لكن دلوقتي احنا النهارده في مشكله. طب ايه حل المشكله دي؟ الحل قدامك خيارين.
يا تمشي مع اشتراطات البنك الدولي وهي فيها صعوبات، وده طبيعي، لان انت النهارده لما بتروح لبنك وعايز اقتراض لازم البنك يحط عليك ضغوط عشان يضمن. ما انت لو انت مشيت بنفس المنهجيه الحفره هتزيد مش هتنقص. شروطه شروط صعبه. انت لو رحت لاي بنك هيدي لك عقد هتلاقي فيه 10 شروط، انا بتكلم على المستوى الشخصي يعني. هتلاقي اول خمس شروط يحق للبنك يحق للبنك يحق للبنك. تاني 5 شروط لا يحق للعميل لا يحق للعميل لا يحق للعميل. فتملي عقود المديونيات دي او انك انت تروح تقترض الاموال انت في حاله ضعف، فبيحط عليك شروط يعني بعضها غير انفير، ما هو السليم بالنسبه لنا. طيب احنا النهارده عايزين نقرر هنعمل ايه مع الصندوق، هل هنكمل معاه ولا مش هنكمل معاه؟ اعتقد احنا قطعنا شوط مش قليل فيه. احنا النهارده بنختلف مع الصندوق على المشكله الرئيسيه دلوقتي، مشكله التعويم، ودي مشكله احنا شايفينها كل واحد شايفها بمنظور. لو اتكلمت عن منظور انا الشخص حسب المعلومات اللي انا شايفها وحسب خبرتي، انت النهارده في بعض القرارات اتاخرت. الدوله فيها فلوس كتير، يعني جوه مصر نفسها ناس كتير اختزنت الدولار كوعاء للقيمه، مش ان هي عايزاه، هي حاولت تحتفظ بيه عشان تحافظ على قيمه الانخفاض الشديد في العمله المصريه. هتبيعه امتى؟ هتبيعه وقت ما تحس ان ده السعر العادل ليه، لان هي مش محتفظه بيه عشان اي حاجه غير ان هو وعاء للقيمه. فانت النهارده لما تحط له السعر العادل اللي هو اي حد يبيع ويشتري فيه، الامور اللي الفلوس اللي جوه البيوت دي هيفرج عنها، ودي مش قليله، دي بتتكلم في مليارات، عشرات المليارات يمكن. الحاجه الثانيه ديك انت شفت النهارده لما جيت حصل فروق كبيره ما بين السعر المعلن والسعر اللي بره، انخفاض عائدات المصريين. وزي ما كنا بنقول ان فكره ان يبقى في سعرين للعمله، عاده اي واحد زي ما يكون سعرين للمنتج بيلجا للبيع في المنتج الاعلى او السعر الاعلى. ده كمان ينطبق على المصريين اللي عايشين في الخارج، لما بيكون سعر البنك مختلف بشكل كبير عن سعر السوق السوداء او سعر السوق الموازي زي ما بنسميها، فهيلجا على طول ان هو يبيع في سعر السوق الموازي، وده منطق اي حد هيعمله يعني. ده مش لا نختلف على وطنيته ولا حاجه، دي عباره عن قرار اقتصادي الواحد بياخده في اي وقت. فانت النهارده في وجود الضغوط دي كلها لازم تقرر انت عايز تعمل ايه. بمعنى ان انت النهارده بقيت في نص البحر زي ما بيقولوا، لا انت خلصت مع الصندوق ولا انت سبت الصندوق لانك انت خدت اول دفعه منه. فلازم الدوله تاخد قرار وقرار سريع، بمعنى ان انت النهارده يا اما هتكمل مع الصندوق وتنفذ طلباته وبالذات عمليه تعويم العمله. طبعا في تخوف كبير في الدوله ودي حاجه مفهومه ومنطقيه، لكن اعتقد ان التخوف ده ممكن يزول مع بدايه التعويم. ممكن يحصل بارتفاع بسيط في الاول وبعد كده الارقام تعود الى افضل من ما كانت عليه، لان زي ما تملي بنتكلم الاقتصاد المصري ما حصلش فيه حاجه في خلال السنه ونص اللي فاتت دول يخلي العمله تنزل ل 40% او اقل من 40% من قيمتها. فكل اللي موجود ده مضاربه. فنرجع تاني للحلول. الحل الاولاني يا اما انت بتكمل مع الصندوق وبتتفق على شروطه وبتبتدي تنفذها على الارض عشان نحل كل المشاكل اللي موجوده، يا اما انت النهارده بتلجا لمنطقه تانية خالص زي بنك التنميه الجديد اللي هو اللي عاملاه منطقه او مجموعه بريكس اللي انت النهارده كنت مساهم فيه وانت النهارده جزء منه، وتبتدي تتكلم بشروط. بس الوقت هنا هو الوقت العنصر الحاسم والضاغط. فاعتقد ان الدوله لازم، هي طبعا الدوله افضل ان هي تاخد قرار لان هي اعلم في معلومات كتيره، عشان فينا واحد يقول لك لازم تعمل كده انا ما اعرفهاش ولا غيري. فاعتقد ان الدوله بما تملك من معلومات وناس موجوده في قلب المطبخ زي ما بيقولوا يقدروا يوصلوا لحل سريع. الوقت زي ما بنرجع تاني نقول الوقت ضاغط، الاقتصاد عايز ياخد منطقة يتنفس فيها. نأمل ان الدولة تكون قادرة على اتخاذ قرار في القريب العاجل. مرة تانية اشكركم، اسف للإطالة. اذا البرنامج ده اضاف ليك اي حاجة ولو بسيطة لو سمحت اعمل شير ولايك، وعلى لقاء قريب.